السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مرقه مخضره بالسفرجل. كتجي بنينه والشكل ديالها كيف ما كتشوفوا رائع. غنحتاجو في المكونات، عندي هنايا كميه ديال اللحم، طبعا دائما الكميه على حسب الافراد العائله ديالكم، وعندي واحد جوج بصلات مشلضين والتوابل. عندي هنايا في الطنجره درت شويه ديال الزيت، الا عندكم زيت العود ضيفوها، انا درت غير زيت نباتيه. كندير دوك القطع ديال اللحم وكنزيد عليهم البصله وكنحطهم يتشحروا صافي. من بعد ما كيتشحرينا اللحم مع البصله كنضيف ليه التوابل اللي فيها راس معلقه ديال السكينجبير والبزار والخرقوم وريقه سيدنا موسى وربيطه ديال الربيع. كنمرق بالماء يكون سخون وكنسدو عليه كنخليوه يطيب. عندي هنايا السفرجل اللي ديجا مغسول ومقطع على 4، كنضيف ليه الماء الكافي فاش يطيب ومعلقه صغيره ديال القرفه. كنضيفوها من الاول باش السفرجل ديالنا كياخذ داك المذاق ديال القرفه. من بعد ما كيطيب السفرجل كنعسلوه بسكر سنيده. الناس اللي عندهم مشكل مع السكر ممكن تعسلوه بالعسل. كنبداو كنقلبوا السفرجل ديالنا بشويه باش ما كيتخسرش حتى كياخذ داك اللون المحمر وكيتعسل لينا مزيان صافي. من بعد ما طابت المريقه ديالنا كيف ما كتشوفوا كتجي واحد المريقه اللي واقفه وخاطره، وكنقدموها على هذه الكيفيه هذه وكنزينوا بالسفرجل من الفوق. الطبق هذا راه كيجي بنين، وكنتمنى ان شاء الله ان الاعجابكم وتجربوه. ودابا ما فيها باس، راه الوقيته ديال السفرجل نستغلوا الفرصه ونوجدوا هذا الطبق هذا، وبصحه والراحه.